في ناس مش عاوزه تزود وزنها ومش عاوزه تقلل وزنها، بس هي عاوزه تحافظ على صحتها. يعني ساعات بتحس بخمول، بهذلان، عاوزه على طول يبقى عندها صحه، محتاجه ان هي على طول تبقى مركزه، حاسه كده ان هي لا ما عندهاش صحه، انا وزني كويس بس انا مش مبسوط برضه، انا حاسه ما عنديش صحه. عشان نحافظ على صحتنا في حاجه اسمها مثلث الصحه. يعني ايه مثلث الصحه؟ هو مثلث من 3 ضلوع. ضلع منهم اللي هو ان انا يبقى باكل اكل صحي، وضلع النوم، وضلع الرياضه. بمعنى لو انا محافظ دايما ان اكلي اكل صحي، انا باكل دايما الخضار والفاكهه، بخلي بالي جدا ان الاكل كله مشويات مفيش مقليات، بمنع السكريات والمعجنات، انا كده محافظ على الضلع ده. الضلع التاني النوم، لو انا محافظ على طول ان نومي من 6 ل 8 ساعات، انا محافظ على الضلع ده. اخر واحد الرياضه. الرياضه انك لازم تحافظ انك تعمل رياضه ولو 10 دقائق كل يوم. انا لو متاكد ان دايما بعمل رياضه ولو 10 دقائق كل يوم، انا محافظ على العضلات بتاع الجسم. يبقى انت كده محافظ على صحتك، وعمرك ما هتشتكي. اتفقنا؟